زريفة عندي رئاسة المشتركة للتربية والتعليم بعد إعلان الأمين العام للمجلس العام لحي الشيخ منصور الأشرفية. يتم انضمام هذه الرقة تجمع كافة الأهالي في المجلس التنفيذي في قرار الرقة للتوجه إلى مدينة حلب من أجل الانضمام للإقامة التي أبدوها قواتنا قوات الأمنية العصائرية إلى جانب شعبنا وأهلنا المقاومين على مدار 4 أيام أمام الهجمات والقصف الممنهج والفصائل المدعومة التركية المنضوية تحت سقف الجيش السوري بما يسمى بالحكومة المؤقتة. هي فصائل العمشات والعمزات، مع العلم بأن هذه الفصائل هي ضمن قائمة الإرهاب، ولكن العالم أجمع نقولها من هذا المكان نحن في أهالي الرقة: أين المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان؟ أين الدول الضامنة لحقوق الشعوب في سوريا بعد انهيار أو سقوط النظام البائد؟ فما الفرق ما بين النظام السابق والنظام الحالي الذي يحكم سوريا؟ حتى هذه اللحظة الحكومة الحالية لم تحدث أي تغييرات مطلقة في سوريا. كان هناك مجازر بحق الدروز في السوداء ومجازر بحق العلويين، والآن الدور للإبادة والمجازر بحق المدنيين في الشيخ منصور الأشرفية. منذ البارحة عندما دخلوا بداية الأشرفية قاموا بالانتهاكات والمجازر بحق المدنيين والتمثيل بجثث هؤلاء المدنيين العزل الذين لا يمتلكون الا الدفاع عن انفسهم وارتباطهم واجتثاثهم في منطقتهم في احيائهم. وعلى هذا الاساس نحن ايضا مره اخرى ندين كل هذه المجازر والانتهاكات والعبادات، ومن خالف واخلق اتفاقيه العاشر من اذار واتفاقيه واحد لسان هي الحكومه المؤقته، وكل ما يشاع على شاشات الاعلام العربيه والجزيره وباقي التواصل الاجتماعي بان قوات سوريا الديمقراطيه هي التي لم تريد تنفيذ الاتفاقيات، ولكن قوات سوريا الديمقراطيه دائما صرحت بانها مع الحوار مع السلام مع اتفاقيه العاشر من اذار، ولكن بعد توقيع الجنرال مظلوم عطي واحمد الشرع يوم التالي بعد الاتفاقيه توقيع الاتفاقيه يصدر الاعلان الدستوري الذي احصى كافه المكونات السوريه واقصى المراه. وعلى هذا الاساس نحن ايضا ضمن هذه كل ما يدار من هذه الفوضى كقوات سوريا الديمقراطيه وخاصه جناحها قوات حمايه المراه اليافجه لن نقبل باي دمج في سوريا إذا لم يكن هناك دور للمرأة الحقيقي، وخاصة المرأة المقاتلة التي وقفت إلى جانب أهلها وإلى جانب نسائها وإلى جانب قوات سوريا الديمقراطية التي سطرت الملاحم البطولية أمام تنظيم داعش كأرينا مجان وكل الشهيدات اللواتي أفستا وبارين. نحن على سائرين على دماء هؤلاء الشهيدات، ونحن سنتلي للعالم أجمع كما سطرنا ملاحم بطولية في قلعة الصمود في كوباني وفي سد تشرين، وسنعلنها أيضا مرة أخرى من خلال هذا النفير العام بأن الشيخ مقصود والأشرفية ستكون قلعة الصمود مرة أخرى لهؤلاء الأوغاد لهؤلاء الإرهابيين. لن نتنازل عن شبر من أراضينا ولن نتنازل عن حقوقنا وعن هويتنا كشعوب سورية، كشعب كردي عريق أصيل في جذور الهوية السورية.